في تطور قانوني جديد سنة 2025 قضت المحكمة الابتدائية بصفرو بتمكين زوج طليق من نصف فيلا مسجلة باسم زوجته السابقة، وذلك بعد أن تقدم بمقال يطالب فيه باقتسام العقار. واستند الزوج في طلبه إلى أنه ساهم في بناء الفيلا، مؤكدا أنه بحسن نية سمح بتسجيلها باسم زوجته حينها، بينما في المقابل أنكرت الزوجة مساهمة زوجها في البناء، مؤكدة أن الفيلا شيدت بأموالها الخاصة، وأن دور الزوج اقتصر على مراقبة العمال وأشغال البناء. ورغم نفي الزوجة، قررت المحكمة الابتدائية بصفرو الاستجابة لطلب الزوج، وحكمت بمنحه نصف الفيلا مع إلزام الزوجة بتحمل مصاريف الدعوة. وأثار هذا الحكم القضائي الكثير من الجدل حول قواعد اقتسام الممتلكات بين الأزواج بعد الطلاق، خاصة فيما يتعلق بضرورة إثبات المساهمة المالية في المشاريع المشتركة.